فيه؟ لا، احنا خونه. وقالوا لي ان في ولد نجس ربنا مديله موهبه في النجاسه وقله الادب والرشوه، مرتشي علنا. لما انا قلت ان الولد ده بيتحكم في قال لك انا جامد للدرجه دي. انت جامد، اقسم بالله جامد في الوساخه، في القذاره، في الرشاوه. جامد في الحاجات دي. انت اكره بني ادم اعلامي الناس شافته. يا جماعه، انا طول عمري متعود اشوف محمود سلطان، اهو ده اهلاوي، كان عضو مجلس اداره الاهلي، واجهه اعلاميه، حمدي قنديل، احمد سمير. لكن انا اشوف بقى شفاتيره والواد تامر امين اللي ابوه بتاع الساعات، برضه ابوه خد ساعات، ما اعرفش حكايه الساعات عندهم ايه في السعوديه. ايه ده؟ ايه الشكل؟ يعني عايز اعرف شفاتيره ده ايه ميزه اللي فيه؟ الشفاتير، المناخير، العينين اللي بقى. انا مش بخيل على نعمه ربنا، لكن لما يكون ده شكلك اشتغل اي شغلانه مع انك مذيع. يعني ايه اعلامي؟ يعني انت اعلامي، يعني انت في واجهه للناس. لما اشوف مثلا طارق علام، لكن احنا وصلنا لمرحله احمد موسى والله العظيم يا جماعه، والواد عمرو اديب الاقرع دون اللي مسود البلد. واشوف شوشو دون. هو ده الاعلام الجديد. والغريب بقى، في واحد فكرني بحاجه، هنرجع تاني للماتش يعني. قال لي الناس بتشتكي، هو ليه استثمارات في تركيا من كل الدول العربيه ما بيجيش مصر؟ انا بقى هسألك سؤال، تيجي مصر ازاي وعمرو اديب وموسى طول النهار يقول لك ايه؟ المصريين مش لاقي ياكلوا، هياكلوا رجلين فراخ. طب انا اجي بلد بتاكل رجلين فراخ؟ لا، يعني خلينا بالعقل كده. رجلين فراخ والحقوا، البلد مش لاقيه تاكل، البنوك هتفلس، الايام الجايه سودة. هيجي لك استثمار ازاي؟ الاستثمار يعني امن وامان ومنظومه اقتصاديه في البلد دي منضبطه. هو ده الاعلام؟ هم دول اللي مخوفين العالم كله. لما اعرف الاستثمارات بملايين الريالات، مليارات الريالات السعوديه في تركيا، ازعل، عشان دي بلدي اولى. بس هيجوا ازاي المستثمرين هنا؟ وكل يوم يطلع قانون كشف سريه الحسابات بتاعت اللي حاطط فلوس في البنوك، ممنوع تحول. لا لا يا جماعه، ما حاجه من الاثنين، يا عايزين سياحه واستثمار يا عايزين خراب. اللي انا شايفه ده خراب، واللي عامله للاسف يا سياده الريس الاثنين اللي بيحضروا كل المؤتمرات. للاسف عمرو اديب بيطلع بيبشر الناس بالايام السوداء اللي جايه. طب احنا ازاي اروح بلد كل ايام سوداء؟ ويا جماعه كل بياض البيض وسيب الصفار. طب اكل بياض ازاي واسيب الصفار؟ ما انا اصلا لما طقش البيضه الصفار والبياض مع بعض، يعني هفصل ده عن ده ازاي؟ ما هو الصفار مع البياض. لا، كله الصفار بس وبلاش البياض. طب كله بياض بلاش الصفار. طب وانت يا ملياردير يا اللي خلصت على البلد انت ومراتك، وقلت تاني اقل ساعه انت لابسها بمليون ونص و2 مليون جنيه، اقل ساعه. انا اهو من غير ساعات، والله العظيم من ساعه ما شفتك او من غير ساعات اهو، انت والخطيب عقدتوني من الساعات اهو، ما بقعدش بلبس ساعات خالص. برغم ساعات الشريعه على حسابي، بيجي لي هدايا من اميره، من احمد، من امير، من الحاجه. تمام، عمري ما جالي ساعه هديه من السعوديه خالص. انا جالي من السعوديه مصحف، شعار التوحيد، ودي حاجات جميله بالنسبه لي. فعجبني قوي انه ازاي انت هتستثمر في بلد بتاكل رجلين الفراخ؟ يعني ما عادش فراخ، هاكل الرجلين. طب اجي اكل رجلين ليه؟ هو ده الاعلام؟ وبعدين عيل معفن بنكله، مش عشان هو فقير، كلنا فقراء لربنا. دخل محل كشري، حصل موقف، بقى ترند يا جماعه، وابتدى يعمل اغاني. ايه التفاهه اللي احنا وصلنا لها دي؟ ترند ايه وزفت الطين ايه؟ تعالى تتصور معايا، تديني كام تصور من برامج لما تطلبوا تدفعوا لي كام؟ مع احترامي للزبالين فوق دماغي وطبقه كادحه محترمه. انما الولد دي التفاهه اللي احنا وصلنا لها. خناقه بين عمرو اديب واحمد موسى، وبين نجيب ساويرس. قعدنا في الخناقه دي بقى اسبوعين، وبعدين نجيب في الاخر قال لك عمرو حبيبي وصاحبي، احنا اصحاب من زمان. يعني انتوا عمالين تدوخوا البلد كلها
شاتمين في بعض، ده المطبلاتي لا انت المزمراتي. لا يا جماعه، لازم يبقى في انضباط في البلد. لا لا لا، البلد دي مش ملك حد، البلد دي ملك الشعب، والشعب روحه في مناخيره منكم. تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. ويا سياده الرئيس انا بقول اهو، الناس بتقول كده، روحنا بقت في مناخيرنا. يعني نجيب ساويرس ملياردير، عمرو اديب ملياردير، احمد موسى ملياردير، تمام. قال لهم الطبله ناقصه واحد، لا انت الواحد اللي ناقص، يلا يا حرامي يلا اللي استفدت من مبارك. لا يا فندم، لا دي مش مصر دي. وبعدين نفاجئ السيد وزير العدل عامل لنا اخر قانون انا اتكلمت فيه قبل كده، انه اللي يتجوز يدفع 30,000 جنيه. لمين؟ عايز اعرف يديها لمين؟ مش فاهم انا فاكر سيادتك يطلع قانون بتخفيض رسوم المأذون، انما 30,000 جنيه في زمن اخبر والشباب طالع بيتخرج ما بيشتغلش. وبعدين هو انا بتجوز، هو انا لما بتجوز الحمد لله يا رب انا اتجوزت زمان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنتش هتجوز والله لو لي 30,000 جنيه، والله ما كنت هدفع ولا مليم، ولا خليك عند امك. ادفع 30,000 جنيه ليه؟ ما كفايه هجيب الشبكه، وكفايه هصرف عليك طول النهار وانت والعيال. انما للاسف الشديد هو في يا جماعه ايه اللي في البلد؟ وبعدين انا ما اعرفش اتجوز الا لما اروح للقاضي يقول لي اتجوز ولا ما اتجوزش. انا هعرف ده يا جماعه لما اكون قضيت. والخلع برضه لازم يتلغي بصراحه. قانون الخلع ده انا من اول يوم مسميه قانون بيسموه ايه؟ خلو الرجل. بتشجعوا البنات على الانحراف. بنت تعرف واحد يقول لها كام ده، يعني ده لك كام؟ هو ده خلو رجل. والله ده مؤخر 200,000 مثلا، خد يا بنتي اديهم له واخلعي. وبعدين قانون ما فيهوش لا استئناف ولا نقد ولا في حاجه. هو في كده يا جماعه؟ لا احنا مجتمع اسلامي، هو ده انه مجتمع اسلامي، واللي بيحصل ده بيخرج عن. وعايز اقول للشيخ الازهر، ما حضرتك ما تتحرك انت ولا المفتي، سيبك منه. المفتي يفتي زي ما الناس عايزه، تمام؟ ولا حضرتك بس المفتي يطلع يقول لك رمضان هيبدا امتى ورمضان هيخلص امتى. ده مش دورك. لا انت ليك دور تاني خالص، انت ومولانا فضيله الشيخ الازهر. لما نقول 30,000 جنيه يتقال ليه؟ والقاضي اللي يقول يتجوز ولا ما يتجوزش برضه السؤال ليه؟ مالي يقول لك ايه؟ انا راضي وهو راضي وانت مالك يا قاضي. على فكره ده كان مثل زمان تقريبا بيتطبق دلوقتي، البنت والولاد كده، انا راضي بيها وهي راضيه بيا، انت مالك يا قاضي؟ انما انتوا بتتفننوا ازاي تعكننوا على الناس. زي القانون اللي لسه طالع، ما اعرفش ده طلع صح ولا لا، انه اي في جهات معينه تكشف سريه حسابات الناس. ليه؟ ما انتوا كده بتخوفوا الناس تروح تدعي بتاع حط مدخرات. مين اللي عمال يحط القوانين دي اللي للاسف بتطفش الاستثمار بتطفش كل حاجه. فنرجع بقى تاني للماتش. انا رديت امبارح على الاخ اللي اسمه الشافعي، انا مش عارف هو مستشار في القضاء ولا طلع ولا هو اصلا محامي، مش عارف يعني. ان قال انه استقبلنا احسن استقبال لفريق الزمالك. لا، فريق الزمالك اتهان احسن اهانه في البلد، اسوان العظيمه المحترمه الطيبه. وزي ما قلت امبارح في المداخله، ان شعب اسوان عمره ما كان شتام وعمره ما كان قليل الادب. لكن وصلني معلومات ان في حد في مجلس الاداره هناك في مجلس اداره اسوان اخوانجي، وانهم عملوا حشد من الاخوان عشان يهينوا فريق الزمالك اللي هو مع مصر ومع جيش مصر وشرطه مصر ورئيس مصر. القصه ما كانتش طبيعيه خالص. هو شيكابالا بيتشتم ليه من قبل الماتش ما يبدا في بلده، لدرجه ان اخوه كان قاعد بكى. دي بلدنا. وزي ما قلت امبارح، هفترض ان فريق الزمالك انا خدته متغمر بلدنا اهي، واول ما وصلت فرحان بقى قدام بقى الفريق والمدير الفني شتموا مرتضى في متغمر. دي وصمه عار. اللي حصل ده وصمه عار. لا شيكابالا ولا غير شيكابالا من اهلنا في اسوان والنوبه هيقبلوها، لسبب بسيط جدا. في كل بلد فيها ناس منوره، ليها منوره كده. يعني مثلا حسني مبارك والسادات كانوا منوره المنوفيه مثلا، وكمال الشاذلي وجنزوري. اسوان والنوبه محمد منير، احمد الكاس، ابراهيم يوسف، اسماعيل يوسف، شيكابالا، فاروق جعفر، دول نورت البلد.
لما يكون نوارة البلد بتتفرم كده وبتتشتم كده، لا يبقى مش هي دي البلد. لا دول ناس متأجرين لده. فبدل حضرتك ما تطلع تقول لا احنا استقبلنا، انت ما استقبلتش. لا لا لا، ولا ده شعب اسوان ولا ده جمهور اسوان. وبعدين برضو من ضمن مكارم الاخلاق انك تكسروا الاتوبيس اللي فيه اطفال، اللي بينقل المشجعين من الملعب يوديهم للاستاد، يوديهم لمحطه اسوان بتاع القطر. ده برضو من كرم الضيافه. حضرتك كملت كرم الضيافه، ها، نزل لي الازاز مدغدغ كله بتاع الاتوبيسات، ده من كرم الضيافه. اللي حصل ده جريمه، وصرف النظر عن جريمه التحكيم. هو ده مش الواد امين عمر برضه؟ سيبك من ابوه، الواد محمد عمر كان نكره بيلعب في اسكو، باين اسكو، حاطين على صفحاتهم بنموت في الاهلي. سيبك من ده. هو مش امين عمر اللي وقف في رجاني الساسي 12 ماتش من غير ما يعمل حاجه؟ مش ده برضه الواد امين عمر؟ انت عندك دم يالا امين يالا؟ ده لسه، استنى اصبر. بيقول لك انا عرفت ان واحد اسمه توفيق السيد، عيل من امبابه هنا اللي هو ماسك لجنه الحكام. مش ده برضه توفيق السيد اللي وقف جمال اللي اسمه الولد حازم امام 8 مطوشه عشان حازم كان بيكلم واحد زميله وقف 8 مطوشه؟ ما تبطلوا قرف بقى، وكل شويه يطلع الشناوي المقرف. يا اخي ده انت قربت تقابل ربنا، عيب. وجايب لي ابنك حطيته لي تحت وانت طالع لي فوق. يا قناه تقول عيب والله العظيم اللي بيحصل ده. كل حاجه يقول لك ايه، اخطاء الحكام وارده. في فرق بين اخطاء الحكام وخطايا الحكام، وانا اوريك الفرق بين الخطايا والاخطاء. انا هوريك حاجه دلوقتي، ثانيه واحده. لعبه واحده انت حكمت بيها اهي، ده ماتش الاهلي، تمام؟ دي رجل لاعب اعطيكها، دي ما اعرفش كان الاهلي بيلعب مين لابس احمر. ده ايه ده؟ الاهلي اهو، لا لا ده الاهلي كان لابس اسود، ده مين؟ مش فاكر، مش عارف مين اللي لابس اسود ده. طلائع الجيش، فريق تاني يعني، تمام؟ رجل لاعب الاهلي اهو، اسف ثانيه واحده، ده لابس اسود، ده لاعب في الاهلي. اعتقد ده كان سيراميكا لابس احمر، مش كده؟ طيب رجل لاعب سيراميكا ايه في دماغ الولد بتاع النادي الاهلي، تمام اهو. قال لك تحتسب اهي، احتسبها ضربه ايه؟ جزاء. نفس اللعبه ورا اهي، ده الولد بتاع اسوان، رجله اهي، لا ده الولد بتاع اسوان رجله اهي، مش رجله، ده رجله ورجله في دماغ الولد بتاعنا اسمه سيف الجزيري اهو. هنا لم تحتسب وهنا احتسبت. ده تحكيم؟ ده فجر، ده فحش، دي بلطجه اهو. هنا حسبها عشان ده النادي الاهلي، ننوس العين الخطيب، ماليش دعوه بالنادي الاهلي، نادي كبير وعظيم، خلينا في ننوس العين، خلونا اللي في المدلع، خلونا اللي قاعد على الحجر، تمام؟ وهنا بقى ايه؟ لا ده الزمالك، لا ما هو ده لو حسبها ده اول لعبه دي كان زمان الزمالك اتعادل وركب الماتش. لا 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 اهو تاني اهو، نجيب كده اهي، دي اللي اتحسبت اهي اهي. اعتقد ده كان سيراميك على ما تمام. نفس اللعبه اهي، نعمل كده اهو، نكبرها بقى اهي يا باشا. رجل لاعب اسوان في دماغ الولد بتاعنا سيف. ما تتحسبش ليه؟ عشان انا عايز اخلص على الزمالك ومرتضى منصور. يعني ايه مرتضى ياخد 3 بطولات دوري ورا بعض؟ يعني ايه؟ لا ما ينفعش. طب وان النص العين يزعل واللي وراه يزعلوا واللي ساندينه يزعلوا واللي مهنينينه يزعلوا. طب الواد ده عنده اخوان مسلمين في ايه المشكله؟ طب ده مدير الكره بتاع اخوان مسلمين، فوق دماغنا الاخوان هنا. الله. طب الواد اللي هربان اللي اسمه زفت الطين دي علياء ديا ولا بتاع، اللي طول النهار تشتم رئيس الجمهوريه وجيش مصر وشرطه مصر، وده مش عايز يعمل بيان يدينك، لا لا لا، ايه المشكله؟ طب ده احمد موسى النهارده ضد الاخوان بس بيستضيف سيد عبد الحفيظ، ايه المشكله؟ الاهلي فوق مصر، انا بقول لك كده، الاهلي الخطيب برضه فوق مصر. لانك انت لو عندك دم يا احمد يا موسى ما تستضيفش واحد ارهابي في قناتك، كان في رابعه ولا هو بالمزاج. فللاسف الشديد
هي دي لجنه الحكام وهو ده التحكيم. تمام. عشان كده بقول لجمهور الزمالك ما تزعلش، بس اللي هيغلط هياخد بالقديمه فيهم تاني، وهتبلطج هتشوف اللي عمرك ما شفته. قولوا لي بقى، جمال علام ده جه بمناسبه رئيس الاتحاد الكوره، يعني مين اللي جابه؟ مين جابه؟ هو مخبر، وكل اللي معاه دول كلهم مخبرين اللي جايبينهم، وهم مخبرين، ولا يقدر ياخد قرار الا ما يسال المخبر. يا ريت ضابط مخبر. ها، وعايز نوصل لكاس العالم. شوف في الاتحاد دون البطوله العربيه الرابع، حتى ما خدناش المركز الثالث. افريقيا بره، طلعنا بره ما خدناهاش. كاس العالم ما دخلناش. ونتفرج على اخواننا في السعوديه هم بيغلبوا الارجنتين بطلة العالم. نتفرج على اخواننا في تونس بيغلبوا فرنسا. بنتفرج على المغرب، ها، وهي كاس عامتهم كلهم، واحنا هنا. لا، انا توفيق السيد. مين خرا ده؟ مين خرا ده؟ مين ده؟ مين امين خرع؟ مين ده؟ مين عمر ده؟ مين ده اصلا؟ اصل احنا جايبين راجل اجنبي بنديله دوله مش لاقيه الدولار. تمام. لا، بنديله 40,000 دولار في الشهر عشان يسكر بيهم. هو ده اللي بيحصل. واللي بيدير شوشو والعصابه اللي موجوده. عايزين توصلوا كاس عالم بالطريقه دي. والمحروق دمه مين؟ الملايين من الجماهير بصراحه. يعني منظومه رياضيه كلها فاسده، كلها على فكره ما فيهاش الا الجماهير، هي اللي متحمله القرف.